وبركاته. أعزائي طلبة وطلبات الصف الثاني الثانوي الزراعي، برنامج فني تصنيع غذائي. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من وحدة تصنيع المخبوزات للصف الثاني الثانوي الزراعي، فني تصنيع غذائي. بنكرر مرة تانية، وحدة تصنيع المخبوزات الصف الثاني الثانوي الزراعي، فني تصنيع غذائي. طبعا احنا درسنا في سنة اولى وحدة الممارسات الصحية الجيدة، ووحدة الممارسات التصنيعية الجيدة، ووحدة تجهيز الادوات والمعدات للصناعات الغذائية. ودرسنا في الترم الاولاني للصف الثاني وحدة تصنيع الاغذية الشعبية والمخللات. في الترم الثاني درسنا وحدتين برضو في سنة تانية، وحدة تصنيع المخبوزات اللي احنا نراجعها النهاردة ان شاء الله، ووحدة تجهيز الادوات والمعدات والاجهزة للعجائن. طبعا الوحدات بتاعتنا مهمة جدا جدا جدا، لانها بتيجي في التقييم النهائي للصف الثالث. مثلا وحدة الأغذية الشعبية والمخللات، أي نوع من أنواع المخللات ممكن يجي لك كمهمة تقييم نهائي في سنة ثالثة. الترم الثاني أي مهمة أو مهارة أنت قيمتها أو درستها في تصنيع المخبوزات، زي مثلا تصنيع الكيك الإسفنجي، تصنيع أي نوع من أنواع الحلويات، تصنيع الخبز مثلا، ممكن يجي لك كمهارة في الصف الثالث في سنة ثالثة بسهولة جدا جدا جدا. زائد في سنة ثالثة ممكن يجي لك مهارة من تصنيع العصائر والمركزات والمربات، أو يجي لك من الترم الثاني في الصف الثالث أي مهارة من مهارات تصنيع اللحوم أو الأسماك أو الدواجن أو الأغذية المجففة أو المجمدة. ممكن يجي لك بسهولة أي مهارة من دول. فناخد بالنا إن مش شرط إن يجي لي مهمة أو مهارة من سنة ثالثة بس، هيجي لي من أي سنة من الثلاثة، أي سنة من الثلاثة، سواء عندنا في الصناعات المهارات اللي أنا قلتها، أو مهارة من مهارات وحدات قسم الألبان، ممكن يجي لك منهم مهارة بسهولة، زي فك وتركيب الفراز مثلا، أو تقدير نسبة الحموضة، أو تقدير نسبة الدهن، تصنيع الزبادي، ممكن يجي لك منهم برضه مهارة من المهارات دي. فناخد بالنا ونحافظ على المعلومات اللي احنا خدناها واتدربنا عليها، نحافظ عليها كويس جدا جدا جدا. الكتب بتاعتنا بدليل الطالب إذا كانت سنة أولى أو سنة تانية أو سنة تالتة، نحافظ عليها معانا، ما نرميهاش، لأن هنحتاجها أثناء المذاكرة وأنا براجع معلوماتي. لأن في سنة تالتة في تقييم مهاري، وقبله في نفس اليوم تقييم معرفي. التقييم المعرفي بيلم لك كل اللي درسته عن المهارة دي من أول سنة أولى. بمعنى مثلا تصنيع المخبوزات، تصنيع مثلا الكيك الاسفنجي مثلا، ساعة هيجي لي يقول لي مثلا السؤال الأول: الممارسات الصحية الجيدة المطلوبة لتصنيع المخبوزات 1 2 3. من أهم الممارسات التصنيعية التي يجب مراعاتها أثناء عملية تصنيع المخبوزات 1 2 3. أظن واضح جدا جدا جدا. ممكن يجي لك السؤال بسهولة وهيجي لك. بالنسبة للممارسات الصحية أو الممارسات الصناعية هتجي لك في أي مهارة هتجي لك في سنة ثالثة، في أي مهارة هتجي لك في سنة ثالثة. فناخد بالنا كويس جدا 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 من عمليات النظافة والتطهير، عمليات التعقيم، عمليات التصنيع، الأدوات والأجهزة
الادوات والاجهزه درستهم مرتين، مره في سنه اولى ومره في سنه تانية. ناخد بالنا من الادوات والاجهزه، ناخد بالنا من الادوات والاجهزه كويس جدا 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 جدا، علشان هيبقى سؤال مهم في التقييم المعرفي والتقييم المهاري. التقييم المعرفي هيجي لك سؤال على الادوات والاجهزه. بالنسبه للتقييم المهاري هيبقى سؤال او نقط من 25 درجه تقريبا او من 30 درجه على الادوات والاجهزه بس، بتجهز الادوات بس فقط لا غير. بعد الزي اللي انت لابسه، بعد الزي اللي انت لابسه، فلازم ناخد بالنا من الاجزاء دي، مهمه جدا 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 جدا. يعني انت ممكن تجيب 50 درجه من 200 في التقييم النهائي بسهوله، تجيب 50 درجه من 200 بسهوله جدا جدا جدا. الزي بتاعك لما اكون لابسه اللي هنشوفه كمان شويه، وتجهيز الادوات بتاعتي اللي انا عايزها للمهمه دي، للمهمه او المهاره دي، جهزتها كويس جدا جدا جدا، خدت ال 50 درجه من 200 قبل ما ابدا اي حاجه، قبل ما ابدا اي حاجه. مع الممارسات الصحيه والتصنيعيه خدت كمان 25، يبقى 75 من 200. زائد ان انا لما بنتهي من التصنيع، عمليه التعليب وتجهيز المكان ورجع الادوات مكانها، ده في حد ذاته 25 درجه كمان او 20 درجه كمان، نقول 100 درجه، يعتبر من حاجات بديهيه انت بتعملها، يبقى 100 من 200، 100 من 200. حاجه نقول هايفه، حاجه بسيطه، حاجه سهله، بتجمع درجات من مجرد التجهيز، من مجرد التجهيز وانتهائك من المهمه، وانتهائك من المهمه. بتنظف المكان قبل وبعد، بتنظف الادوات قبل وبعد، بتجيب الادوات من المكان وتنظفها وتحطها قدامك، بتاخد الادوات بعد ما استخدمتها وتنظفها هي والاجهزه اللي انت استخدمتها وترجعها مكانها هي والخامات. كده جمعت 100 درجه من 200. جبت الخامات ووزنتها وعملتها وجهزتها مع خطوات المهاره نفسها، كده ادي ال 200 درجه مع التعبئه والتغليف والتفنيشه النهائيه، انت كده جمعت 100 درجه ثانيه، يبقى ادي ال 200. ده بالنسبه للتقييم المهاري. التقييم المعرفي، التقييم المعرفي بيبقى عباره عن 5 اسئله، 5 اسئله بتجيلك، فخد بالك من دلوقتي، 5 أو 6 اسئله، منهم السلامه والصحه المهنيه اللي انت درستها في سنه اولى الترم الاول، منهم الممارسات الصحيه اللي درستها في الترم الاول في سنه اولى، من ضمنها الممارسات التصنيعيه اللي درستها في الترم الثاني، من ضمنها الادوات والاجهزه، تجهيز الادوات والمعدات والاجهزه للصناعات الغذائيه. ده اذا كنت هيجي لك مهاره من الاغذيه الشعبيه والمخللات والعصائر والمركزات واللحوم والدواجن، تصنيع اللحوم والدواجن، منتجات اللحوم والدواجن، او الاغذيه المجففه والمجمده. لو هيجي لك مهاره من المخبوزات، يبقى هيجي لك سؤال عن تجهيز الادوات والاجهزه للعجائن والمخبوزات. فناخد بالنا من النقط دي. يبقى عندك سؤالين او ثلاثه من وحدات انت درستها في سنه اولى، فناخد بالنا ونخلي بالنا من الكتب بتاعتنا، ما نرميهاش او ما نهملهاش،
علشان هنحتاجها اثناء المراجعه في سنه ثالثه وفي سنه ثانيه برضه، لان انت محتاج كل معلومه انت اخدتها. انت محتاج كل معلومه انت اخدتها في سنه اولى وفي سنه ثانيه، لان الحاجات دي ببساطه جدا يا اما بتستعملها اثناء التقييم العادي، يا اما هتستخدمها او هتفتكرها اثناء التقييم المعرفي والمهاري في سنه ثالثه. ده بالنسبه لفن تصنيع غذائي. فن الصناعات الغذائيه للتعليم والتدريب المزدوج عندهم حاجه اسمها التقييم التجميعي، برضه بيبقى زيه زي التقييم النهائي بالظبط، تقييم معرفي وتقييم مهاري في سنه ثانيه في نهايه الترم الثاني. برضه عندهم في سنه ثالثه التقييم النهائي برضه معرفي ومهاري. فانت كفن تصنيع غذائي لازم بتكون واخد بالك من الوحدات اللي انت درستها في سنه اولى وفي سنه ثانيه، وتحرص جدا 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 من المعلومات اللي انت درستها. ونبدأ مع بعض الحلقة بتاعتنا. برنامج فن تصنيع غذائي الصف الثاني الثانوي الزراعي. طبعا زي ما احنا عارفين ان البرنامج بتاعنا من 3 صفوف، زي ما احنا عارفين، الصف الاول، الصف الثاني، الصف الثالث. احنا درسنا في سنة اولى الممارسات الصحية الجيدة، ويا ريت نراجع على معلوماتنا فيها كويس جدا جدا جدا، وخاصة النظافة والتطهير. الممارسات التصنيعية وتجهيز الأدوات في الترم الثاني في سنة أولى يا ريت برضو نراجع عليهم كويس جدا جدا جدا، علشان عمليات التقييم. في الترم الأولاني في سنة ثانية درسنا تصنيع الأغذية الشعبية والمخللات. دي ممكن يجيلك منها مهارة في سنة ثالثة، جت السنة اللي فاتت وجت السنة اللي قبلها. الترم الثاني الوحدة بتاعتنا اللي احنا بنراجعها النهارده اللي هي تصنيع المخبوزات، طبعا درسناها مع بعض وهنراجع عليها النهارده. وتجهيز الادوات والاجهزه للعجائن والمخبوزات، دي برضو زميل احد الزملاء درسها معاكم او درسها لكم. الصف الثالث صناعة العجائن والعصائر والمركزات، ناخد بالنا من وحدة العصائر والمركزات، برضو ممكن يجيلك منها مهارة بسهولة جدا في التقييم النهائي سنة ثالثة، إذا كان سواء كان فن تصنيع غذائي أو فن صناعات غذائية، ده أو ده ممكن يجيلك منهم مهارة. يعني مثلا السنة اللي فاتت في الترم الثاني جت مهارة تصنيع عصير المانجو، دي جت في الترم الثاني على سبيل المثال. في الترم الاولاني جت مهمة او مهارة تصنيع مخلل الليمون المعصفر، فناخد بالنا ده اللي احنا درسناه في سنة تانية في الترم الاولاني. الصف الثالث هندرس ان شاء الله السنة الجاية وحدتين: تصنيع اللحوم والدواجن والاسماك، وتصنيع الاغذية المجمدة والمجففة. دي ممكن ببساطة جدا يجي لنا مهمة او مهارة منهم الاثنين، فناخد بالنا ونحافظ على الكتب دي وندرسها بعناية ونقراها بعناية كويس جدا جدا جدا. تصنيع المخبوزات برنامج فني تصنيع غذائي الصف الثاني الفصل الدراسي الثاني، زي ما احنا شايفين في الصورة دي معبرة عن بعض المنتجات اللي احنا درسناها مع بعض طول الترم الثاني. طبعا في البداية وفي بداية كل حلقة او كل تدريب او كل تقييم بننبه عليك على الملابس المخصصة للعمل داخل معامل ومصانع الصناعات الغذائية. لازم تاخد بالك من النقطة دي. في التقييم العادي انت هتبقى غير جدير
تقول لي يا مستر انا ليه غير جدير وانا عملت المهاره كلها؟ يا بابا النقطه بتاعتك بتاعت يرتدي الملابس المخصصه للعمل في كل تقييم موجوده، وبننبه عليك كذا مره. الملابس المخصصه للعمل، الملابس المخصصه للعمل لازم ولابد علشان التقييم بتاعك بتكون لابس الملابس المخصصه للعمل بتاعك. بلطو نضيف ناصع البياض مكوي ونضيف. حذاء امان. طب ممكن طلب من الطلبه يقول لي يا مستر انا ما اقدرش اجيب الشوز ده. طب ممكن الجزمه بتاعتك عادي، بس هتجيب حاجه زي الكيس البلاستيك كده بتلبسها في رجليك، كيس بلاستيك وتعمل عليه استك من بره فوق الشوز بتاعك. تاني حاجه غطاء للراس، دي لازم تجيبه، لازم مع البلطو، لازم غطاء للراس. كمامه دي لازم برضه. جوانتي لازم تبقى لابس جوانتي في اي تقييم او التقييم النهائي. او بالنسبه لطلابنا فني الصناعات الغذائيه للتعليم والتدريب المزدوج، لازم الحاجات دي اثناء التقييم التجميعي. برضه. وجوانتي، الجوانتي لازم بعد غسيل الايدين اكون لابس جوانتي. نظافه الشخصيه اثناء التقييم بتكون مهمه جدا جدا جدا. بلطو، جوانتي، غطاء للراس زي ما احنا شايفين في الصوره اللي على الشاشه، كمامه، زي كامل وبه حذاء امان او الشوز او السيفتي بتاعي. اتباع ارشادات العمل، المكان اللي انا واقف فيه او شغال فيه لازم الارشادات بتاعته اتبعها. النظافه الكامله ليا وللادوات. العمل بروح الفريق، المجموعه اللي شغاله. المحافظه على جميع الادوات والاجهزه اللي انا هشتغل بيها او اللي انا هتدرب عليها او اللي انا هتقيم بيها او اللي انا هشتغل عليها داخل المصنع. نظافه الادوات قبل وبعد الاستعمال، لازم وانا بتقيم لازم اغسل الادوات بتاعتي قبل ما اشتغل، وبعد ما اخلص شغل او بعد ما اخلص تقييم انضفها وارجعها برضو مكانها. ترتيب الادوات بالمعمل، ارجع الادوات والاجهزه زي ما كانت في الاول، وافصل الكهرباء عن الادوات والاجهزه بتاعتي اللي انا اشتغلت عليها بعد ما اشتغلت وخلصت الشغل. اتباع القواعد والتعليمات اثناء التقييم او اثناء العمل. ارشادات خاصه للعمل بمعمل الصناعات الغذائيه اثناء التقييم مثلا او اثناء التصنيع. ارتداء المعطف او البلطو، النظافه ضروريه، لا تجلب الى المعمل الى الاشياء الضروريه، الحاجه اللي انت هتستخدمها بس. الكمامه والجوانتي والبخاخه بتاعتك، الفوطه، الحاجات المهمه اثناء التقييم فقط. ما تجيبش حاجه تاني. لا تتناول اي طعام او شراب في المعمل. ممنوع اي اكل داخل المعمل اثناء التقييم مثلا او اثناء التصنيع او اثناء التدريب. لا تضع اي شيء في الفم ولا تقوم بلصق الاوراق المصمغه على لسانك وتلزق. لا، انت لابس الكمامه ما تخلعهاش. تجنب كل ما من شأنه الاخلال بنظام المعمل، مراعاة نظافه ادواته ومحتوياته قبل وبعد واثناء التقييم. حافظ على نظافه الادوات بتاعتك. استعمال صنابير الغاز والمياه باحتراس. في حالة كسر أي أدوات زجاجية ووصول محتوياتها إلى يديك أو ملابسك، أو في حالة إصابتك بجرح أثناء العمل، بلغ المسؤول عن المعمل أو المسؤول عن التقييم عندك. التخلص من المواد التالفة مثل العيدان، الثقاب والأوراق ووضعها في المكان المعد لذلك. بعد انتهاء العمل يتم إعادة العينات والزجاجات المحاليل والكيماويات بعد غسيلها إلى مكانها اللي أنا خدته منها. يجب تنظيف المعمل بعد انتهاء. انا اتقيمت خلاص، بنظف ادواتي وارجعها، نظفت مكاني، حطيت كل حاجه المخلفات والحاجات دي في سلات الزباله اللي جنبي. قبل ما ابدا اي شغل بشوف اقرب سله قمامه او سله زباله بالنسبه لي، بتاكد انها موجوده،
ده نقطة مهمة جدا 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 في كل التقييمات بلا استثناء. نقطة مهمة جدا 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 في كل التقييمات بتاعتي بلا استثناء، سواء في التقييم العادي أو التقييم النهائي في سنة ثالثة. الجدارات المتعلقة بتصنيع المخبوزات، الوحدة بتاعتنا اللي هنرجعها النهارده، تهدف هذه الوحدة إلى إكساب الطالب الجدارات المتعلقة بتجهيز الخامات والأدوات والأجهزة اللازمة حسب المنتج المراد تصنيعه. كل منتج من المنتجات بيبقى له أجهزة معينة بصنع بيها المنتجات بتاعتي، بصنع بيها المنتجات بتاعتي. مثلا الافران العاديه دي للخبز، في الفرن الدوار لبعض انواع المخبوزات، في البسكوت او بعض منتجات العجائن ليها اجهزه قص معينه او اجهزه تسويه معينه، في اجهزه تشكيل بتختلف من منتج لمنتج، في ادوات بستخدمها في التعبئه والتغليف بتختلف من منتج لمنتج. يعني مثلا لو علبه حلويات شرقيه، بسكوت، كيك، قريبه، الحاجات دي طبعا بتبقى علب مجهزه. طب لو جينا للعيش العادي، الخبز البلدي والافرنجي والحاجات دي، اكياس بلاستيك عاديه، ما هستخدمش معاها عبوات. او العكس، لو انا هستخدم معاها عبوات مش مشكله، لكن المعظم في الخبز بيبقى اكياس بلاستيك مجهزه للخبز بالذات، لكن بقيه الحلويات او بقيه المنتجات بتبقى علب كرتون او علب مقواه مجهزه خصيصا للمنتج ده على حسب حجمه. يعني مثلا قطع الجاتو او الكيكه انا مش هحطها في كيس بلاستيك وامسكها كده، ما ينفعش طبعا. فلازم عشان كده بعرف الادوات والاجهزه والخامات اللي انا هستخدمها حسب المنتج المراد تصنيعه، الحاجه اللي انا اصنعها ايه، الحاجه اللي انا هنتجها ايه. بعد كده المنتجات اللي احنا درسناها سوا مع بعض، الخبز البلدي، الخبز الافرنجي، الكيك، البسكويت، الحلويات الشرقيه والغربيه، ازاي بصنعها، ازاي بعمل ليها عمليه تعبئه وتغليف للمنتج بتاعها. بشوف اذواق المستهلكين في اشكال مثلا المنتجات الحلويات، مثلا الكيكه، الجاتو، البسكويت، الكحك، بعض المنتجات الاخرى زي البيتزا مثلا، كل واحد بيبقى له طعم معين او شكل معين للبيتزا اللي هو بياكلها، بيبقى ليها عبوه معينه بتتحط فيها. التعبئه بتاعت البيتزا مثلا بيبقى عبوات كبيره على حسب حجم البيتزا. بشوف ذوق المستهلك ايه، ذوق المستهلك حتى في عبوات التغليف، علشان احقق اعلى مستوى من الجوده. مش بس المنتج ده، العبوه اللي جواها المنتج نفسه شكلها بيجذب الزبون بمعنى اصح او المستهلك. فلازم اشوف المنتج بتاعي او المستهلك بتاعي ذوقه ايه، احتياجه ايه، بدرس عمليه السوق من حواليا، بشوف هو محتاج ايه، بعرف احتياجاته ومتطلباته وذوقه، عشان كده بجيب له الحاجه اللي هو عايزها في المنطقه بتاعتي.
بعض المنتجات مجرد شكلها لو جودتها عالية جدا وشكلها مش كويس، محدش بيقبل عليها الا اعداد بسيطة. لكن لو شكلها ملفت للنظر مع جودة عالية، السحب عليها بيبقى عالي، السحب عليها بيبقى عالي من المستهلكين. عشان كده لازم عملية تعبئة وتغليف بتتم بمهارة وإتقان، بتتم بمهارة وإتقان، وذلك لإنتاج منتج غذائي آمن صحيا، بدءا من اختيار الخامات الجيدة مرورا بخطوات التصنيع وفقا للممارسات التصنيعية الجيدة، وانتهاء بعمليات الحفظ والتداول. هنا الهدف من كل الكلام، كل الوحدات اللي احنا درسناها، ان احنا نطلعك انت كشاب فني ماهر في انتاج المنتجات الغذائية، زائد انتاج منتجات آمنة وصحية وذات جودة عالية تفي باحتياجات المستهلكين. الشطارة مش الانتاج، الشطارة بنتج الحاجة اللي المستهلك عايزها بالظبط، الحاجة الملفتة للنظر، الحاجة اللي بترضي أذواق جميع المستهلكين اللي حواليا في المكان اللي أنا فيه. دي الشطارة. الشطارة بتاعتي إن أنا أنتج المنتج بتاعي الجودة بتاعته عالية، بيرضي أذواق كافة المستهلكين اللي حواليا، فبيبدأ السحب على المنتجات بتاعتي، ومن هنا بتبدأ العملية، ببقى اتحول من منتج غذائي لاقتصادي ناجح، رجل أعمال أو رجل صناعة. لأن زيادة السحب على منتجاتي بزود الإنتاج، بزود رأس المال، بفتح فروع للمصنع بتاعي، أو بكبر المصنع بتاعي، بكبر الإنتاج بتاعي، بزود رقعة المستهلكين أو رقعة للأسواق بتاعتي، وممكن أصدر للخارج. عشان كده كل نقطة مهمة جدا 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 في عملية التصنيع، بداية من تجهيز المكان للتصنيع وتجهيز الخامات وعمليات التصنيع بتاع الخامات دي علشان أنتج منتج في النهاية، التعبئة والتغليف بتاعي، النقل للمنتجات، النقل نفسه للمنتجات بتاعتي بيكون على حسب المنتج بتاعي، وعلى حسب بعد الأسواق عن أماكن الإنتاج، انتهاء بعمليات الحفظ والتداول اللي هو التخزين والاستهلاك. بمعنى أنا أنتجت بيتزا، المستهلك عايزها مثلا بعد ساعتين، بوديها له بعد ساعتين بالظبط. الحفظ بتاعها كويس جدا، التعبئة والتغليف ممتازين، الحفظ ممتاز، وصلت للمستهلك في الميعاد المناسب على حسب ذوقه، بدل ما هيطلب مرة هيطلب 2 و3 و4. طالما المنتج بتاعي عجب المستهلك، بقى ممتاز. خلي بالكم، عمليات تصنيع المخللات مثلا في الترم الأول، وعمليات تصنيع المخبوزات بأنواعها المختلفة، مش تصنيع بس، احنا قلنا عليها مع بعض فن ومهارة وذوق. تبقى فنان في عملية الإنتاج،
مش الجودة بس، والشكل. المنتج لما بيشد نظر المستهلك او الزبائن بتاعتي او الزبون بتاعي، بتبقى عملية الإقبال كبيرة، عملية الشراء كبيرة على المنتجات بتاعتي. إذا المستهلكين عجبهم المنتجات هيشتروها مرة واثنين وثلاثة وعشرة. لكن لو المنتج مش كويس طبعا هيبتعدوا عن المنتجات، وبالتالي هتبقى خسارة. علشان كده احنا قلنا عمليات التصنيع الغذائي سواء كانت مخللات او مخبوزات فن ومهارة وذوق. انك ماهر في التصنيع، فنان ابداع في التفنيشة النهائية بتاع المنتج، عندك ذوق راقي، فنان بمعنى اصح، بتطلع منتج تخلي اللي قدامك يبقى عايز ياخد بدل القطعة 10 بسبب حلاوة المنتجات بتاعتك، طعامة المنتجات بتاعتك، جودة المنتجات بتاعتك، شكلها المغري. انت عليك عامل كبير جدا 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 في عمليات التصنيع علشان تبقى خبير في عمليات التصنيع، ماهر بمعنى صح، او فائق المهارة. فائق المهارة امتى؟ طبعا انت صنعت، كل الناس بتصنع مخبوزات مثلا على سبيل المثال، كل الناس بتصنع. لا، انا بقى عايز الجودة بتاع المنتج نفسه تبقى عالية. امتى ابقى ماهر؟ لما اطلع المنتج بتاعي شكله كويس. طب امتى ابقى فائق المهارة؟ الجودة عالية جدا، شكل المنتجات مغري جدا جدا جدا، التعبئة وشكل العبوات نفسها ملفت. يبقى اتحققت 4 حاجات، يبقى كده فائق المهارة. فائق المهارة، من هنا المهارة بتاعتك. بعد كده عندي 5 مخرجات في الوحدة بتاعتي اللي درسناهم مع بعض. بعضكم ما حلفوش الحظ وبعض المخرجات مثلا وما اجتازهاش، هيجتازها بإذن الله، بس يركز جدا جدا جدا. يصنع الخبز بأنواع المختلفة. المخرج الأولاني بصنع جميع أنواع الخبز، إذا كان البلدي أو الأفرنجي، بأشكالهم المختلفة بأنواعهم المختلفة. إزاي بصنعهم وإزاي الجودة بتاعتهم بتكون عالية، أماكن إنتاجهم بتكون نظيفة، إزاي بوصل للمستهلك بسهولة، وبحافظ على منتجات العيش بمعنى أصح سواء كان بلدي أو فرنجي من التلوث. المخرج الثاني يصنع البيتزا والفطائر. عندي أنواع كتيرة من أنواع البيتزا، وأنواع كتيرة برضو من أنواع الفطائر. الشاطر اللي يعرف أذواق المستهلكين عنده محتاجين إيه في المنطقة بتاعته في النوعين دول، بيتزا حاجة والفطائر حاجة. في ناس ممكن تطلب منك كمية فطائر كبيرة يوميا بسبب حلاوة الفطائر بتاعتك. الفطير بتاعك
اللي انت بتعمله ممتاز. فمن هنا المستهلكين اللي حواليك هيطلبوا بشكل دائم، بشكل مستمر، لدرجة انك ممكن ما تلاحقش على الطلبات. بتكون محتاج كذا فرن، كذا عامل علشان تكفي الحاجات اللي مطلوبة منك او الطلبات المطلوبة منك. او البيتزا على سبيل المثال، احجامها واشكالها مختلفة جدا على حسب ذوق كل واحد، على حسب ذوق كل واحد في اللي موجودين. فكل ما زادت الاصناف بتاعتك وجودة عجينة البيتزا نفسها والخلطات اللي انت حاططها عليها، كل ما زادت رجعت او زاد المستهلكين بتوعك، فزاد البيع. فانت كسبت، لان كل ما بعت اكتر كسبت اكتر، لانك هتصنع اكتر. المخرج الثالث يصنع الكيك. الكيك هنا انواع كتيره جدا جدا جدا. السنه اللي قبل اللي فاتت جه في التقييم النهائي تصنيع الكيك الاسفنجي في سنه ثالثه. فناخد بالنا ان ممكن بسهوله يجي لك تصنيع الخبز، يجي لك تصنيع الفطائر، تصنيع البيتزا، تصنيع الكيك، ممكن يجي لك بسهوله جدا، يجي لك مهاره من المهارات. فناخد بالنا من الحاجات بتاعته، سواء المعرفيه او المهنيه. ناخد بالنا ونراجع مع بعض عمليات التصنيع بتتم ازاي. نقرا من الكتاب الحاجات اللي مطلوبه، سواء كانت ممارسات صحيه، سلامه وصحه مهنيه، ممارسات تصنيعيه، عمليات تصنيعيه، العمليات اللي تمت، الادوات اللي انا احتجتها ايه، تجهيز الادوات بيتم ازاي. طيب بعد ما خلصت تجهيز الادوات، بعد ما خلصت التصنيع، انا عملت عمليه التعبئه ازاي، نظفت المكان بتاعي، المخلفات بتاعتي، هل انا قبل ما ابدا اي حاجه اتاكدت ان في سله زباله او مهملات جنبي فاضيه او قريبه مني او في المعمل ولا لا. المخلفات اللي نتجت عن عمليه التصنيع بيكون معايا كيس بلاستيك وفوطه، بحوش الحاجات المخلفات بتاعتي، بحطها في كيس البلاستيك ده واربطها واحطها في سله المهملات او سله الزباله. ليه؟ انا بتكلم دلوقتي عن التقييم العادي والتقييم النهائي مع بعض. ليه انا عملت كده؟ الحاجات دي انت بتلم منها درجات بالنسبه للتقييم النهائي. نقط التصنيع اللي بقول عليها دي، او نقط دي موجوده في التقييم العادي. جهزت الادوات، جهزت الخامات، وزنت الخامات، اتاكدت من حنفيه الميه شغاله ولا لا، اتاكدت من الكهرباء شغاله ولا لا، اتاكدت من الافران شغاله ولا لا، جهزت الادوات وغسلتها، نظفت مكانك قبل ما تشتغل، بدات الشغل بتاعك بوزن الخامات اللي انت عايزها، بدات عمليه العجن بتاعك، التشكيل بتاع المنتج بتاعك، بعد كده التسويه، بعد كده عمليه اخراج المنتج من الافران،
أو بعد التسوية يعني، التبريد، بعد كده التعبئة في عبوات، وبغلف العبوات بتاعتي. كده عملت الاستيكر بتاعي على المنتج. بعد كده غسلت المكان، نظفته تماما من الحاجات اللي عليه، غسلت الأدوات ورجعتها مكانها، فصلت الكهرباء عن الأجهزة اللي أنا كنت شغال عليها. بعد ما خلصت ترفع ايدك يا مستر انا خلصت. كده انت بالنسبة لي كتقييم عادي انت بقيت جدير، لانك فاهم انت بتعمل ايه وعملتها بمهارة فائقة. بالنسبة للتقييم النهائي انت جمعت 200 درجة من غير ما تحس، جمعت 200 درجة من غير ما تحس، من حاجات انت بتجمعها من كذا نقطة، من كذا نقطة. فعشان كده لازم تاخد بالك وانت بتعمل المهارة بتاعتك. بعد كده المخرج الرابع يصنع البسكويت. البسكويت طبعا بأنواعه المختلفة، سواء كان بسكوت سادة أو بسكوت اللي هو المحشي أو المحشو، أو البسكوت الويفر، أو البسكوت الجاف. جميع أنواع البسكوت اللي احنا بندرسها أو بنصنعها ممكن يجي لك مهارة منهم، ممكن يجي لك تصنيع أحد أنواع البسكوت. الحلويات الشرقية والغربية، الجاتو، جميع أنواع الحلويات سواء شرقية أو غربية، الفولية والسمسمية الحمصية، الحاجات دي ممكن تجيلك برضو بسهولة في التقييم النهائي في سنة تالتة، وطبعا انت بتقيم عليها في سنة تانية أو قيمت عليها في سنة تانية. علشان كده لازم تاخد بالك من كل نقطة قلناها أو عملناها أثناء عملية التقييم، التدريب أو التقييم، عشان هتحتاجها في سنة تالتة. المخرج الأولاني اللي هو يصنع الخبز بأنواعه في مجموعة من المعايير. المعيار الأول يجهز الخامات على حسب المنتج المراد تصنيعه. فأي منتج من المنتجات اللي احنا قلنا عليها انت بتجهز الخامات والأدوات، بتجهز الخامات والأدوات اللي انت هتصنع بيها، الخامات اللي انت محتاجها للتصنيع. بعد كده بيصنع الخبز البلدي بجميع أنواعه، نفس النظام بقية المنتجات بصنعها. الخطوات بالنسبة للعجن وخلافه إلى عملية التسوية والتعبئة والتغليف دي في كل المنتجات. المعيار التالت يصنع الخبز الأفرنجي، برضو نفس النظام بقية المنتجات أو بقية المخرجات. وبكده بنكون وصلنا لنهاية حلقة مراجعة تصنيع المخبوزات للصف الثاني الثانوي الزراعي فني تصنيع غذائي. وبإذن الله بعد كده هنكمل مع بعض برضو المراجعات في الأسابيع القادمة، ونراكم قريبا في حلقة جديدة من وحدة تصنيع المخبوزات للصف الثاني الثانوي الزراعي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.